مش مصاصة ياسين ما مكتوب ما مكتوب. ناخذ 100 سؤال اخاف من جد شوني 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 السؤال الأول، نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول: كبسوا يا شباب لو سمحتوا، لأنه ما عندي داعمين، ما في ناس بتدعمني، فلازم نكبس علشان نمشي البث. نبدأ بالسؤال الأول. ابدأ، قول يا رب. نبدأ بالأسئلة. كبسوا يا شباب لو سمحتوا، إذا سمحتوا، تكبيسات مهمة جدا، لا يرضى عليكم. السؤال الأول: التهاب. شكرا أبو عيسى. التهاب الأمعاء. التهاب الأمعاء، تأخذ يا ابني تشرب شاي المريمية أي الميرمية أي المرمرية عدة مرات كل يوم، تشفى، فهو من المجربات إن شاء الله تعالى. السؤال اللي بعده: وجع أسفل الظهر. وجع أسفل الظهر، تأخذ يا ابني زيت الحنظل وزيت العرعر وزيت الكافور، تخلطهم وتفرك بهم عدة أيام، تشفى إن شاء الله تعالى.
مسمار الرجل نأخذ بزر خردل أبيض ونضعها في الماء لمدة ساعة، بعد ساعة نضعها على المسمار، ثم نأتي بقطعة من قشر الموز ونضعها فوقها ونربط، ونكرر صباحا ومساء لمدة 3 أيام أو 4 أيام، يذوب مسمار اللحم أو الثالول ولا يبقى إلا الجذر، تسحبه وترميه، خلاص تشفى إن شاء الله تعالى. زيادة السوائل في الجسم، تشرب يفوز العرعر مع عشب الذيل الإحسان كل يوم 3 مرات أو 4 مرات، كوب كبير قبل كل وجبة بفترة لمدة 40 يوم، تشفي إن شاء الله. زيت حنظل عرعر كافور، خشونة الركبة نأخذ حرمل، ملعقة من بزر الحرمل ونطحنها كالبودرة ونعجنها بنخالة الخبز، نخالة القمح، ونضيف لهم شوية زيت زيتون دافئ، ونعجنهم ونضعهم ونعمل رغيف، نعمل مثل الرغيف نضعه على الركبة ونربط وننام. صباحا نشيلها ونكرر 7 أيام، ثم نرتاح 7 أيام، ثم نكرر 7 أيام، تشفي إن شاء الله تعالى. تكبيس الشباب لو سمحتوا، إذا سمحتوا إخواني أخواتي أبنائي بناتي، إذا سمحتوا اتكبسوا، إذا سمحتوا التكبيس الشباب، إذا سمحت. شكرا فوز، الله يستر عليكي، الله يرضى عليكي. شكرا فوز من السعودية، أشكرك جدا. إذا سمحتوا اتكبسوا يا شباب، إذا سمحتوا اتكبسوا، ما عندي دعم، أنا ما في أحد بيدعمني. كبسوا إذا سمحتوا حمل التكبيس علشان القناة تظل قوية يعني، إذا سمحتوا يعني. ألم الظهر والأوراك تدهن بزيت الحنظل. شكرا بنت حرب، شكرا الحربية، أشكرك جدا. تأخذ زيت الحنظل وقطرة زيت حنظل شوية، وتضع عليهم 3 نقط من زيت القرفة، تخلطهم وتفرك بهم المكان، وتكرر كل يوم، تشفى إن شاء الله. نعم. التهاب الشرايين، تأخذ ملعقة صغيرة من الكركم وتضعها على صحن سلطة، وتضيف عليهم 2 ملعقتين من زيت الزيتون، وتخلطهم وتأكل كل يوم 2 مرتين لمدة شهر، وتأكل أناناس يوميا لمدة شهر، وتأخذ لبان، بصمة من اللبان وبصمة من المرة وبصمة من المقل الأزرق، وتطحنهم وتذوبهم بكوب حليب ساخن وتشربهم صباحا ومساء 15 يوم، تشفى إن شاء الله نهائيا بقدرة الله تعالى. وأنصحك لوجه الله بأن تسف ملعقة صغيرة من الجعدة، من لا نسيت اسم العشبة.
الجعدة المجففة، الجعدة المجففة كده، وتشرب بعدهم ماء قبل كل وجبة لمدة أسبوعين فقط، لمدة أسبوعين فقط، إن شاء الله تشفى نهائيا إن شاء الله. الله يوفقك. أنا أحمل، وكل ما أحمل بطيح. شكرا عزوز. في أخت عزيزة مسلمة تقول إنها كل ما تحمل بتنزل الحمل. عندما تحملي ببداية الحمل إن شاء الله تعالى، يعني عندما تحملي مباشرة، شكرا فوز، مباشرة تأخذي كيلو عسل و100 غرام من طلع النخيل وتخلطيهم وتأكلي ملعقة صغيرة قبل كل وجبة حتى تكمليهم، تضعيهم في الثلاجة وتأكلي ملعقة صغيرة قبل كل وجبة حتى تكمليهم. يثبت الحمل إن شاء الله، فهو أقوى مثبت في حمل طبيعي في العالم. نعم. السؤال اللي بعد. التكبيسات لو سمحتوا، إذا سمحتوا التكبيسات، الله يرضى عليكم. أم خليفة الله يحييكي تطلب علاج الفطريات. علاج الفطريات سهل إن شاء الله. تأخذي طال عمرك تأخذي كبريت أصفر وفازلين، تخلطيهم وتضعيهم على الفطريات وتربطي، تشفي إن شاء الله تعالى. وفي حل ثاني آمن ورائع جدا، وهو ورق الشيح، ورق الشيح كده، تحمسيهم حتى يحترقوا وتطحنيهم كالبودرة وتخلطيهم مع فازلين أو زيت زيتون أو شيء شوية، وتدهني وتحطي، وتظلك ترجيهم يوم يومين، بعدين تاخذي وتحطي على الفطريات وتربطي الصبح والمساء، أو كل يوم ادهني بدون ربط، ادهني 3 4 مرات 5 مرات بدون دهن، 10 إذا تقدري تدهني 10 مرات ادهن. تشفي إن شاء الله تعالى. نعم. أبو عبد العزيز العشاب، خادم سكان كوكب الأرض مجانا من طب البدو وطب سكان الجبال لوجه الله تعالى. نعم. أرحب بجميع أهل البدو، أرحب بجميع أهل البدو من كل دول العالم. الله يحييكم. شكرا فوز من السعودية. الله يعزك ويعز بلادك. وأشكر جدا جميع الأخوة والأخوات من السعودية، وهم يعني من أكثر الناس اللي بيساعدوني أنا وعيالي بعد الله. فشكرا للأخوة والأخوات السعوديين الذين لم يبخلوا علي ولا مرة بالدعم. جزاكم الله خير، أشكركم جدا. شكرا فوز من السعودية، أشكرك جدا.
السؤال اللي بعده. أمل، شكرا، جزاك الله خير. شكرا أمل. التكبيسات والله لو سمحتوا، الناس اللي بيكبسوا جزاكم الله خير الجزاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم رب السماوات السبع وما بينهما، كل واحد بكبس أن يجعله من أهل الجنة ووالديه ومن يحب. الله يجزاكم الخير. الناس اللي بتكبس الجنود المجهولين الذين يؤازرون القناة ويحبوها في الله، الناس هذول اللي بيكبسوا أهل، ناس شرفاء، ناس صادقين، ناس يحبوني في الله، جزاكم الله خير الجزاء، جزاكم الله خير الجزاء. والناس اللي بيدعموني واللي بيشاركوا البث، رجاء شاركوا البث. عدد اللي شاركوا البث 7، رجاء على الأقل يكون 1000 مشاركة لو سمحتوا، مشاركة البث. اضغطوا على زر السهم وشاركوا البث لو سمحتوا. إذا سمحتوا اضغطوا على زر السهم وشاركوا البث بالواتس وبتيك توك إذا سمحتوا، الله يرضى عليكم. شكرا أمل، أشكرك جدا أمل. شكرا 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 أمل. شكرا أمل. أمل، إحساس، قصة. شكرا أمل. دقيقة ونرجع إن شاء الله تعالى. دقيقة وأرجع، دقيقة بس إذا سمحتوا بالله تكبسوا. خلينا نكمل 100,000 تكبيسة لو سمحتوا، وتشاركوا البث. خلينا نكمل 1000 مشاركة لو سمحتوا. لو سمحتوا تشاركوا البث، اضغط على زر السهم وشاركوا لو سمحت ل10 من أصدقائك أو 20، وكبسوا إذا سمحتوا، الله يرضى عليكم. العلاج مجانا، نرحب بالجميع. دقيقة ونرجع إن شاء الله.
نتابع على بركة الله. السؤال اللي بعده: الغدة فرط نشاط الغدة الدرقية. فرط نشاط الغدة الدرقية: جعدة مجففة، قنطريون، حبة البركة، مريمية أي مرمرية أي ميرمية، بزر القطونة أي السيلينيوم، كمون، وبذور الشمر. نطحنهم كالبودرة ونسف ملعقة صغيرة قبل كل وجبة حتى انتهاء الكمية. زائد كيلو عسل، 50 غرام عكبر، 20 غرام غذاء ملكات النحل. نضعهم بالثلاجة ونأكل ملعقة كبيرة قبل كل وجبة. في شاي مهم جدا يجب أن تشربوا كل يوم عدة مرات، مكون من المليسة والبردقوش أي المرددوش والخزامة والنعناع وأكليل الجبل. من كل نوع كده تطحنها طحن خشن، تأخذ ملعقة كبيرة وتصب عليها ماء ساخن وتتركها 10 دقائق، ثم تحلي بعسل أو تمر وتشرب كل يوم 3 مرات. زائد تخلط زيت بزر الكتان، كوب من زيت بزر الكتان وكوب من زيت الجوز أي عين الجمل أي القرقاع، وتشرب ملعقة كبيرة بعد كل وجبة. تشفى إن شاء الله تعالى أو تتحسن جدا جدا إن شاء الله تعالى. زيادة السوائل بالجسم: تشربي العرعر مع عشب الذيل الحصان، تصبي عليها ماء ساخن وتتركيها ربع ساعة، ثم تشربي كل يوم 4 مرات وقبل أن تنامي لمدة 1.5 شهر أو 2 شهر تشفي إن شاء الله. علاج النمش: تدهني بزيت بذور الفجل، تشفي إن شاء الله تعالى. بالله التكبيس وقف نهائيا. كبسوا يا شباب، التكبيس وقف. ما في عندي داعمين، أنا ما حد بيدعم طبيب، ما عندي داعمين، ما أحد بيدعم طبيب. الناس لا كبسوا، لأنه ما عندي داعمين أنا. الناس لا تدعم طبيب، الناس بتدعم رقاصة، ما بتدعم طبيب. كبسوا الله يرضى عليكم، معليش. فوز، شكرا فوز، الله يجزاك الخير. كبسوا لو سمحتوا، تكبسوا يا شباب، لو سمحتوا تكبسوا يا شباب. النقرس 100 غرام من بذور النقرس. في أخت عندها النقرس 100 غرام من بذور الكرافس أو الكرفس، و50 غرام من بذور البقدونس، و50 غرام من بذور الجزر، و50 غرام من بذور الشمر أي الشمرة. تطحنيهم مثل بودرة وتسفي ملعقة صغيرة. وهذه الخلطة تعالج احتباس السوائل وتعالج الكوليسترول وتعالج القولون، ونستخدمها لمن عنده سرطان بالقولون والمستقيم، والناس اللي عندهم نقرس. تعالج النقرس نهائيا إن شاء الله تعالى، وتعالج احتباس السوائل. فوز سجلي يا فوز. أيوة 100 غرام بذور
بذور الكرافس، 50 غرام من بذور البقدونس، 50 غرام من بذور الشمر، و50 غرام من بذور الجزر. نكررهم، خلينا أعيدهم. فوز خليكي معي. فوز في خلطة ثانية تعالج احتباس السوائل وتعالج النقرس والقولون، وتنحف اللي عنده كرش، واللي عنده كوليسترول، واللي عنده احتباس سوائل. 100 غرام بذور الكرافس، و50 غرام من بذور البقدونس، ومثلهم بذور جزر، ومثلهم بذور الشمر أو الشومر. نطحنهم مثل بودرة ونسف ملعقة صغيرة قبل كل وجبة، ونشرب بعد شوية ماء. خلاص يطير النقرس والقولون واحتباس السوائل والكوليسترول، وتنحف الكرش. اللي عنده كرش أو عنده كرش تطير له الكرش. نجربه يعني. نعم. السؤال اللي بعده، طبعا بإمكانكم تكرروها، تستريح أسبوع وترجع تكرروها، تستريح أسبوع تكررها. حتى اللي عنده كرش ويبغى أو كوليسترول يبغى أو احتباس أي مرض تبغى تكررها، ما في مشكلة. ترتاح أسبوع ترجع تكررها حتى تشفى تماما إن شاء الله تعالى. نعم. الغدة الدرقية النشيطة، جاوبنا. مع السلامة. جاوبنا. نعم. السؤال اللي بعده يا شباب، الأسئلة اللي ما جاوبنا عليها. القولون جاوبنا. مع السلامة. الأسئلة اللي ما جاوبنا عليها. طيب، الناصور الناصور تأخذ عنزروت مرة، مقل أزرق، تطبخهم مع كوب صغير كده زيت سمسم، وتتركهم حتى يبردوا، تصفيهم وتدهن بهم داخل الناسور وخارجه بعد التعقيم بخل التفاح. تدهن كل يوم عدة مرات، وتشرب. تأخذ مرة كده ولبان كده ومقل أزرق كده. شكرا فوز، أشكرك جدا. وتطحنهم كالبودرة، وتأخذ ملعقة صغيرة تضعها بكوب حليب ساخن، تحركه وتشربهم صباحا ومساء حتى تنتهي الكمية. السؤال اللي بعده، تليف الأرحام كيلو عسل. تليف الأرحام كيلو عسل، 50 ميلي زيت حبة البركة، 30 ميلي زيت السرو، 30 ميلي زيت المرة، 30 ميلي زيت العكبر. تخلطيهم وتأخذي منهم كمية، تلبسي كف وتفركي التليف وتتركيهم جوا وتنامي. والأفضل أن تضعي صباحا ومساء لمدة حتى تكملي الكيلو العسل مع الخلط، كمليهم. وتشربي إذا موجود حليب الجمل، حليب الناقة، تشربي كل يوم 3 أكواب، تشفي إن شاء الله تعالى. وكلي كركم، الكركم زين جدا. ملعقة صغيرة كركم مع صحن سلطة، تحطي عليه ملعقتين زيت زيتون وتحركيهم وتاكليهم مرتين كل يوم 21 يوم. ممتاز جدا. نعم.
إذا سمحتوا تكبسوا يا شباب، التكبيس وقف، التكبيس وقف، حمل التكبيس لو سمحتوا. شباب إذا سمحتوا، أنا ما عندي داعمين، الدعم اللي عندي صغير جدا جدا، تيك توك لا يلتفت إليه. الدعم اللي عندي صغير جدا جدا، تيك توك لا يلتفت إليه، لأنه لا شيء. ما عندي أسود، ما عندي صقور، ما عندي سيارات، ما عندي تسرب طائرات، ما عندي يونيفرسال، ما عندي أسود، ما عندي، أنا ما حد بيدعمني. فكبسوا علشان يمشي البث يعني. إذا سمحتوا وشاركوا البث، ما في غير 32 واحد مشاركين البث، لا يوجد إلا 32 واحد شاركوا البث. إذا سمحتوا تكبسوا يا شباب، إذا سمحتوا تكبسوا يا شباب. علاج البهاق، علاج البهاق تأخذ ربع كوب من بذور الجرجير، وربع كوب من بذور الفجل، وتطحنهم كالبودرة، وتضع عليهم كوب من زيت الزيتون الدافئ ساخن، تصبوا عليهم وتظلك ترج فيهم عدة أيام، بعدين لا تصفيهم، تأخذ من هذا الزيت فقط من الزيت وتدهن به البهاق كل يوم 5 مرات 3 مرات تشفى. شكرا أمل، الله يجزاك الخير. وتدهن به كل يوم 3 مرات أو 5 مرات حتى تشفى إن شاء الله تعالى. السؤال اللي بعده، جزاك الله خير إحساس، شكرا. علاج الحكة والشري، واحد معه حكة، معه حساسية، حكة حساسية وحكة، كل أنواع الحساسية، ارتكاريا، ارتكاريا، الحساسية، الحكة، عرن مجفف، خزامة، مليسة، حشيشة الدينار، نطحنهم طحن خشن، ونأخذ ملعقة كبيرة نضعها في كوب ونصب عليها ماء ساخن ونتركها 10 دقائق، وبعد 10 دقائق نشرب قبل الفطور وقبل السحور، قبل النوم قبل الفطور ب10 دقائق، وقبل النوم بساعة، لمدة شهر. ممنوع تأكل المكسرات ولا الفول السوداني، تشفى إن شاء الله. شكرا كلاودي، شكرا. هل يوجد علاج للإعاقة العقلية عند الطفل؟ عندي لا يوجد إعاقة عقلية عند ولد صغير، طفل. هل يوجد له علاج؟ عندي لا يوجد. عندنا حنا البدو لا يوجد، حنا البدو عندنا لا يوجد، ولكن أكيد له بمكان آخر. الله لا ينزل أي مرض إلا ومعه العلاج. لا يمكن، الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينزل مرض إلا ومعه الشفاء.
ابحثي تجدي إن شاء الله. هذا المرض عندنا حنا البدو لا يوجد، ولكن أكيد له، وين الله أعلم. ابحثي ولا تيأسي. الاكتئاب تأخذ ملعقة كبيرة من عشبة وزهرة لسان الثور، تصب عليها ملعقة كبيرة، تصب عليها ماء ساخن وتتركها 10 دقائق، وبعد 10 دقائق تشربها قبل الفطور، وقبل الفطور ب10 دقائق، وقبل أن تنام بساعة طوال رمضان، تشفى إن شاء الله تعالى. وتأكل خميرة بيرة، وتأكل قرص خميرة بيرة كل يوم 3 مرات. زيادة الأملاح في الجسم. زيادة الأملاح في الجسم، حزمة من الكرافس، حزمة من البقدونس، حفنة كده من الشعير الذي غير مقشر، شعير، وقطعة من الزنجبيل، وبزر خلة بلدي شوي، نغليهم مع 3 لتر ماء، ونشرب كل شوي كوب كبير، كل شوي كوب كبير، ونكرر لمدة 5 أيام. تنزل الأملاح كلها، لا يبقى شيء إن شاء الله تعالى. شكرا فوز من السعودية، شكرا، جزاك الله خير. حصى المرارة. حصى المرارة 4 كوب زيت زيتون. حصى المرارة 4 كوب زيت زيتون، نعصر عليهم ليمونة حامضة صفراء، ومطحون 4 كوب زيت زيتون، وليمونة حامضة عصير ليمونة حامضة صفراء، ونشربهم على الريق قبل الفطور. ونشرب بعدهم 2 كوب كبيرات بقدونس مغلي البقدونس، وثم نتكئ على الجانب الأيمن، على إن حطوا سادة ونتكئ عليها على الجانب الأيمن لمدة ساعة. نستخدم هذا العلاج لمدة شهر ونصف أو شهرين. وتشربي شاي الأذخر، تشفي، تتفتت حصى المرارة. إذا حصى المرارة صغيرة أو كده تتفتت إن شاء الله تعالى. الأسئلة اللي جاوبنا عليها لا نجاوب عليها،
الأسئلة اللي تجاوبنا عليها لا نجاوب عليها إلا في البث الثاني. الأسئلة الغير واضحة لا نجيب عليها. الأسئلة اللي مش واضحة ما نجاوب عليها لأنها غير واضحة، صاحبها مش عارف مش عارف يتكلم، فبس تعرف تتكلم تعال. فقدان حاسة الشم. فقدان، واحد بطل يشم. فقدان الشم. كيلو عسل، 30 غرام بزر خردل أبيض، 30 غرام بزر حرمل، 30 غرام بزر رشاد. نطحنهم ونخلطهم مع كيلو عسل، ونأكل ملعقة كبيرة على الريق 3 أيام، ثم ملعقة صغيرة 3 أيام على الريق، صباحا ومساء. يعني أول 3 كبيرة على الريق، بعدين 3 أيام نأخذ ملعقة صغيرة الصبح وملعقة صغيرة المساء، ثم نرتاح 15 يوم. إذا رجعت حاسة الشم خلاص، وإذا ما رجعت بعد 15 يوم نرجع نكرر نفس البرنامج، زائد نروح على واحد عنده عسل ونخليه يقرصك بالنحل. هنا تروح على أي واحد عنده عسل تخليه يقرصك قراص بنحلة هنا، يرجع إن شاء الله. نعم. الأبهر تأكل بزر شوك الجمال، كبسولات، كبسول الصبح والظهر والمساء حتى تكمل علبة صغيرة، وتدهن المكان بزيت الحنظل مع زيت العرعر وزيت الزنجبيل، تشفى إن شاء الله. التكبيس وقف، نسكر البث. الناس لا يوجد دعم، نسكر البث خلاص، راح نسكر البث. الناس ترفض ما في أحد بيدعمني. أوكي ما أبغى منكم شيء، ولكن التكبيس الناس ترفض حتى تكبس ليستمر البث، وهذا يضر القناة جدا جدا جدا. الناس تريد أن تأخذ ولا تعطي، الناس تريد كل شيء ولا تريد أن تقدم عود كبريت، ولذلك حرام أضيع وقتي مع ناس ما بيحترموني، ما بيقدروني، ما بيحبوني، ما بيحبوا قناتي، ما بهمهم الطير تحترق إن شاء الله تموت. مع السلامة.